في نفس الليلة. إيموجين اللي بدأت تشك في تصرفات ريان بتمنعه من الهروب، وبتبلغه إن ضيوف اليوم اللي بعده ناس في منتهى الغنى ومستعدين يدفعوا 500 ألف دولار مقابل عشاء واحد بس. وبيتضح إن عندهم شبكة عالمية ضخمة، فلو ريان حاول يهرب حياته هتكون في خطر كبير. وفي الآخر بيتكشف إن سبب انتحار جاك هو إنه ما قدرش يتحمل يكون متورط أو محبوس في الشغلانة دي. وتاني يوم الصبح موريس بيصحي ريان وبياخده للكنيسة اللي كانوا زاروها اليوم اللي فات، وهناك بيركزوا نظرهم على بنت صغيرة واقفة مع جدتها، وبيقرروا يمشوا وراهم لحد كوبري. لكن موريس وريان بيضيعوا الست لما بتدخل زقاق، وبعد شوية بيقابلوا شاب صغير شغال في تصليح الكاوتش. الشاب بيسألهم هم بيعملوا إيه هناك، ولما موريس بيشوف إنه شاب صغير وصحته كويسة بيقرر يخليه الهدف الجديد. موريس بيمثل إن عربيته بايظة، وبيعرض على عامل الكاوتش فلوس علشان يبص تحت العربية. وفي اللحظة اللي موريس كان بيضرب فيها عامل الكاوتش بتظهر البنت الصغيرة وجدتها تاني، والمرة دي معاهم ضابط شرطة محلي. والضابط بيقرب منهم وبيسأل موريس وريان ليه كانوا ماشيين ورا البنت. موريس بخبرته الطويلة وشغله سنين مع الوكالة كان مجهز حجة للنوع ده من المواقف، وبيمثل إنه مندوب لشركة كبيرة بتفحص المكان علشان تبني فندق، وبيطلع كارت شغل مقنع جدا. ولما بيرجعوا البيت إيموجين بتسألهم ليه جابوا جثة واحدة بس. موريس بيشرح لها إنه اضطر يدي كارت الشغل بتاعه لضابط الشرطة اللي قرب منهم. ولما سمعت إيموجين الكلام ده فهمت الموقف على طول، وخدوا جثة عامل الكاوتش ونزلوها البدروم، وهناك أمرت ريان يجهز المكونات